الصورة الذاتية لها بعض المظاهر، إما انسحابي أو متمرد أو هجومي أو حالات نفسية غير اكتئاب، حسد، ضيق، قلق، اضطرابات شخصية. فلو ما كانتش صحية هتسمع معانا في مشاكل في المستقبل. عشان أصلح الصورة الذاتية لازم الأول أقبل نفسي وأمسك ورقة أعملها نصين كده، أدي عيوب أدي مميزات، أفرح بالمميزات وأنميها، والعيوب أقسمها برضو نصين. دي ما ينفعش أغيرها ودي ينفع أغيرها أشتغل عليها. ما ينفعش أغيرها حاول أقبلها، دي أعلى مني. اللي ينفع أغيرها أشتغل عليها وأنمو أتطور فيها. عشان أعالج صورتي الذاتية لازم أميز الأكاذيب وأرفضها. اللي بيقولوا المجتمع مش هو الحق، لكن اللي بيقولوا الله، اللي بيقولوا الإنجيل هو الحق. ربنا قال لنا أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، لا أعود أسميكم عبيد بل أنتم أحباء وأسميكم أبناء. انظروا آية محبة أعطانا الآب، ندعى أولاد الله. احنا مش حاجة عادية في الأرض. فأنا لازم أميز. عذراء النشيد تقول أنا سوداء وجميلة، سوادي مش هيمنع جمالي. عريسي شايفني حلوة بيقول لي ليس فيك عيبة يا حبيبي، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. طب والسواد ده جعلوني ناطورة الكروم، ده شمس التجارب لوحتني، ده أنا اتحرقت من البرية والحياة البدوية اللي أنا عايشاها، أنا رعية غنم بسيطة وأنت ملك عظيم. لا أنت جميلة في عينيا. فإلهي بيقول لي أنت حلوة، الناس بيقولوا مش حلو. صدق مين؟ صدق اللي خلقني. لو ملعقة معمولة من الذهب، معلقة دي ينفع ناكل بيها ونشتغل بيها، بقى لها قيمة إنها منتجة مستخدمة لها فايدة. طب لو ما كلناش بيها، طب لو اتكسرت، ما تنسوش هي ذهب. لما نيجي نبيعها مكسورة أو سليمة، بناكل بيها أو مش بناكل بيها، قيمتها إيه؟ هي ذهب، معدنها ذهب، ثمنها فيها كونها ذهب. لو هي ذهب أكلنا بيها عملت شغلانتين، لو ما أكلناش بيها قيمتها كذهب مش هتنقص. فأنا صورة الله، اشتغلت وعملت حاجات ظهرت مواهبي، فأنا صورة الله كويس. طيب ما ظهرتش مواهب، ما عملتش حاجة عظيمة وواو مبهرة والمجتمع انبهر بيها، برضو أنا صورة الله. قيمتي بكوني قطعة ذهبية لؤلؤة ثمينة، حجر كريم، لأن أنا معمول بإيد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة، هو القادر أن يصلح هذه الصورة فينا. له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين.